السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم رشا النشاوي للطرات والجاتوهات والإطباق أونلاين. لو انت بتشوفيني لأول مرة منسيش تعملي لايك وشير وتفعلي زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصلك كل جديد أول بأول. كل سنة وانتم طيبين ومكملين مع بعض سلسلة النواعم. عملت معاكم قبل كده الكحك وبسكوت الزبدة، وعملنا كوكيز القهوة وبسكوت العجوة والبتفور والغريبة، كل أنواع النواعم. ومع بعض النهاردة إن شاء الله مكملين السابليه. السابليه زي ما انتم شايفين السهل الممتع، هتلاقيه سهل وبسيط جدا ومش هيبوظ معاكي، واقول لك ازاي سعر البيع والكميه طلعت معاكي قد ايه، واوريكي الطبق المشكل اللي تقدري تطلعيه مثلا لو وتضيفي لي المنيو بتاعك، وازاي تطلعي طبق مشكل ان شاء الله تلاقي في صوره منه في اخر الفيديو. يلا بينا نبدا الوصفه والمقادير ونسمي ونقول بسم الله. اللي انا حطيته على الدقيق ده يا جماعه ده ذره الملح، ذره ملح لازم بستخدمها في اي نوع أو في اي مخبوزات او في اي معجنات. تمام. معانا 500 جرام دي متعدد الاستخدامات. انا بستخدم دقيق الكوثر زي ما انا وريت لكم بالظبط. 300 جرام زبده بدرجه حراره المطبخ، و150 جرام سكر مطحون. طبعا السكر المطحون لازم يكون منخول والدقيق برده يكون منخول. ومعانا هنا بيضتين طبعا، واكيد احط مع البيضتين ذره فانيليا. قبل كل حاجه هنا انا هضرب الزبده الاول. الزبده لازم تتضرب لحد ما تبيض خالص ويكون هشه زي ما انتم شايفين. خدي بالك التريكات ان شاء الله، اقول لك كل حاجه في قلب الفيديو، سعر البيع وكميه طلعت قد ايه وطريقه التسويه اللي تطلع معاكي مظبوطه. ولو انت شغاله في الصيف هتتعاملي مع الخليط ازاي او مع العجينه ازاي. انا بعد خلاص الزبده ما اتضربت كويس جدا، حطيت عليها ال 150 جرام السكر المطحون. بعد ما تضرب كويس جدا هنبدأ هنا بقى التركة المهمة. السابليه لازم عشان يكون دايب وجميل هنستخدم مع بعض صفار بس بالطين. صفار بالطين 2 هيطلع معايا ما شاء الله السابليه دايب وجميل جدا. هقولك بقى لو احنا شغالين في الصيف، بعد ما تضربي الخليط ده هتقومي مدخلاه في التلاجة لمدة ساعة أو ساعتين. طبعا السابليه حتى لو بات معاكي مش هيجرى له أي حاجة خالص، لأن طبعا مفيش فيه أي مواد رافعة، لا بيكنج باودر ولا خميرة ولا أي حاجة. مهما يقعد معاكي ممكن تعمليه ويبات لي تاني يوم. بس انت في الشتاء هنا عملته واشتغلت على طول، لكن لو احنا في الصيف ولقيت العجينة سايبة معاكي فلازم تدخليها التلاجة وتغطيها بكيس بلاستيك وتدخليها التلاجة مدة مش أقل من ساعة أو ساعتين. أنا هنا بقى جبت البيضتين وهبدأ أشيل منهم البياض زي ما انتم شايفين، وهستخدم صفار البيض بس علشان يكون معانا السابليه دايب وجامد جدا. طبعا هنا البياض البيض ده انا مش هرميه يا جماعه، البياض البيض ده في الاسبونج جميل جدا. يعني لو انا عايزه اعمل تورته هحط عليهم بيضه واحده بس كامله واطلع تورته مقاس 22 ما شاء الله. مش عايزه اقول لكم 4 طبقات. انا بعمل يعني مفيش فيها اي مشكله خالص، انا بعمل كده. بيض البيض افيد من الصفار كمان في الاسبونج. يعني يا جماعه مفيش حاجه بتترمي. لو انت مش هتعملي سبونج دلوقتي كنت تحطيه في كيس في الفريزر او في علبه في الفريزر. كل حاجه يا جماعه اوعي ترمي اي حاجه. انا هنا بقى حطيت الاول بيضه، بعد طبعا السكر متضرب كويس جدا مع مع الزبده، وبعد لونهم ما بقى فاتح نزلنا بيضه صفار بيضه، وبعد شويه بعد الخليط ما شربها نزلنا بالصفار بقيه الصفار البيضه التاني. انا هنا حطيت ذره فانيليا. تمام. بعد خلاص ما الصفار البيض ما عادش باين خالص في الخليط، حطيت هنا الدقيق. بعد خلاص ما احط انت قبل ما تحط الدقيق اضربي في الخليط زي ما انت عايزه، لكن بعد ما خلاص ما ضفنا الدقيق خلاص هي ضربه واحده بس وتقفلي العجان. ممكن كمان تخلطيها على ايدك. شايفين انا عملتها ضربه واحده، حتى الاحظ ان لسه في دقيق في ارضيه البوله بتاعت العجان. انا هقلبها بالاسباتيولا ومش هقلبها كتير. انا خلاص الخليط زي ما انتم شايفين عشان احنا الجو برد الخليط متماسك. تمام. لكن لو احنا في الصيف ولقيتيه بتلزق معاكي دخليها التلاجة. هنا بقى السابليه ده من ضمن الحاجات اللي انت ممكن تخبزيه عادي مفيش مشكله، او ان انت تعمليه يعني تقطعيه وتحطيه في السجان على ما يكون وراكي اي حاجه تانية في الفرن مش هيبوظ معاكي، او ممكن تحطيه في التلاجة مفيش اي مشكله خالص زي اي حاجه تانية. انا جبت العجينه او الخليط بعد ما خلصناه كورناه وفردته فوق السيليكون اللي هو المفرش السيليكون ده، وحطيت عليها جبت كيس تلاجة كبير جدا زي ما انتم شايفين، وفردته على الخليط على المقدار العجين، وحطيت عليه غطيته بكيس زي ما انتم شايفه كده وبالنشابه بقى وهفردها.
يعني انت عندك لو ما عندكيش المفرش السيليكون ده مفيش اي مشكله خالص، استخدمي كيس تلاجة. انا مره تانية هستخدم معاكم كيس تلاجة، بس هو عشان المفرش كان عندي مفيش اي مشكله. زي ما انا حطيت كيس التلاجة اللي على الوش ده كيس تلاجة بس كبير شويه. زي ما حطيته على الوش كده، انتي حطي في الارضيه تحت عجين، مفيش في اي مشكله خالص. انا كده خلاص شلتها وعملتها بالسمك اللي هو المظبوط. انا دي كانت قطاعه يا جماعه، دي على فكره يعني هي تنفع قطاعه سابليه اللي هي على هيئه قلب دي. وهي اساسا كنت انا جايباها ما كنتش عامله حساب بصراحه ان انا اعمل سابليه. بس حبيت القناه تكون لما كل شيء. القطاعه دي كنت جايباها لعجينه السكر، بعمل بيها قلوب لعجينه السكر للتورت. فهي دي اصغر مقاس في الثلاث مقاسات القلب. عشان كده ان انا ما عنديش اي فورمه تانية، فانت ما توقفيش نفسك. انا كنت حابه ان الفورمه كلها تطلع زي ما تقول على هيئه قلب، مفيش فيها مشكله خالص. اي قطعه عندك مدوره مربعه مستطيله مطاوله، مش لازم كل حاجه تشتريها في الزمن الغالي اللي احنا فيه ده. سمك قطعه السابليه يا جماعه بتقطعي بالشكل ده وبتشيليها واحده واحده. حاولي تضيقي في العجينه وانت بتشيليها علشان مش كل شويه تلميها وتفرديها تاني. انا جبت صاج مقاسه 30 في 40. طبعا مشغله الفرن على درجه حراره 170. المشغلين من تحت بس، ما بنشغلش في السابليه من فوق خالص. السابليه ما بياخدش لون من فوق، بياخد لون بسيط جدا من تحت. يعني بياخد لون اصفر من تحت بس، يعني كمان مش بياخد لون احمر. تمام. وخدي بالك ما بنشغلش عليه الشوايه خالص. طبعا اللي هو مش بيفرد ما بيزيدش، لان طبعا ما فيش بيكنج باودر ولا في خميره. فانا يعني زنقت زي ما انتم شايفين كده في الصاج علشان يدوب اخد معايا صاجين بالظبط. تعالى بقى اقول لك التسويه دي بالنسبه للفرن الكهرباء والفرن البوتاجاز. زي ما قلت لك الفرن هنشغل على درجه حراره 170 بالظبط. هياخد معاكي في الفرن حوالي عن 10 دقايق حسب حراره فرنك. بس تكوني يعني انت واقفه جنبه. اهم حاجه ان انت تلاقيه اخد لون من تحت، لون اصفر بسيط. تمام. بالنسبه لفرن البوتاجاز تحطيه على الرف اللي في النص وبتشغلي من تحت بس، وبرده على حراره 170. في الفرن الكهرباء بتحطيه على اول رف خالص من تحت، وبتشغلي برده من تحت بس على نفس درجه الحراره اللي هي 170. تمام. انت اللي بقى تقدري تحتفظي بالسبليد ازاي. تمام. لو انت مش هتزينيه على طول، او انت مثلا شغاله شغل للعيد وتقعدي فتره على تسلمي الاوردرات، او انت معاكي بقى حاجات كتيره بقى كحك وبتفور وبسكوت وكلام زي كده، فبتعملي السابليه وتحطيه في كرتونه، او ممكن تفردي في قلب الكرتونه اكياس اللي هي النايلون او كيس واسع، وتقومي رصه فيه السابليه. حطي بين كل طبقه والتانيه اللي هي المناديل البلاستيك، وتقفل عليه كويس جدا، ما تدخلوش اي هواء، لان ده بالزبده يا جماعه ممكن يرطب وياخد هواء منك بسرعه. تمام. افرض ان هو بقى السابليه رطب منك زيه زي البوتيفور زي البسكوت. الكلام ده مش عارفه لو قلته في الفيديوهات اللي فاتت ولا لا، برضو على البسكوت وعلى السابليه. اظن انا قلته في البسكوت. يا رب في البسكوت والبيتيفور. ان انت ممكن تيجي لو رطب منك قبل ما تزينيه وخلاص قعدتي فتره عم خلصتي اللي وراكي وهتبداي بقى تسلمي الاوردرات بتاعتك مثلا قبل العيد، هتقومي جايبه مشغله الفرن، مسخناه على درجه حراره 140. ويعني وتدخلي فيه الكلام ده ينطبق على البيتيفور او السابليه او البسكوت. تدخلي فيه بس السابليه مده مش تكمل 5 دقايق، يا دوب بس يسخن بس، وتخرجيه كده. هتحسي بقى ان السابليه لسه جديد وطازه. طبعا مش هيلحق ياخد لون خالص. تمام. او ممكن تشغلي الفرن تسخني قوي وتقومي حاطاه جوه الفرن وتقومي طافيه الفرن عليه. الكلام ده بينطبق على السابليه والبيتيفور والبسكوت. انت بقى تعالي بقى التزيين براحتك. سعر البيع برضو ده حسب نوع الزبده بتاعتك. انا بستخدم يا جماعه في جميع النواعم بتاعتي. انا مش عارفه والله قلتها برضو في فيديو البيتيفور والبسكوت ولا لا. انا بستخدم زبده فرن. انت حسب نوع الزبده بتاعتك، في زبده جنه ارخص من فرن، في زبده نيوزيلندي اغلى من فرن. فانت بتحددي حسب نوع الزبده بتاعتك وحسب برضو شكل التزيين بتاعك. انا النهارده هعمل معاكم تزيين مش اوفر عشان يكون متناول في ايد اي حد. زي انتم شايفين هنا يا جماعه العجينه فضلت اقطع فيها وانا قاعده برغي بقى، انا اسفه. فضلت اقطع بيها بالشكل ده لحد انا مش هرمي حاجه من العجينه، هفضل اكورها لحد ما اعمل في الاخر منها اخر واحده قلب من اللي احنا، واحده سابليه من اللي احنا بنعملها. في جماعه ناس معلقين لي على فيديو تقريبا كان الكحك وقالوا اعملي لنا المقادير بلاش بالجرام، اعملها بالكوبايات. يعني مش عارفه اعملها بالكوبايات ازاي. طب يعني انا مثلا يعني مقادير زي دي الدقيق ماشي،
مقادير زي دي. هعمل الزبده، هحط الزبده في الكوبايه ازاي، هعيرها في الكوبايه ازاي؟ ما لازم الزبده تكون سايحه، طبعا ما ينفعش اسيحها واشتغل بيها. فلازم يا جماعه المقادير بالجرام يعني بتطلع مظبوطه تيبيكال. في كوبايه كبيره عن كوبايه، انا ممكن نفس الكوبايه بتاعتي انا برضو احط مره الدقيق فيها يطلع 200 جرام، ومره يطلع الدقيق فيه 150 جرام ونفس الكوبايه. وهكذا برضو على السكر، وهكذا برضو على اي حاجه. شايفين؟ ادي اخر قطعه معايا للسابليه، افردها فرده بسيطه بالنشابه، واقوم قطعاها يعني عشان اعرفك ان مفيش في اي حاجه تترمي عندنا. احنا كده خلصنا، اعطينا المقدار في صاجين مقاس 30 في 40، وزي ما قلت لكم التسويه على حراره 170 بنشغل عليها من تحت بس. تعالوا اقول لك بقى هنا بعد خلاص ما يطلع من الفرن ده، اقول لك شكل السابليه بيكون ازاي. كده خلاص هنسوي. لو انت طبعا الفرن بتاعك كبير هتدخلهم الاتنين مع بعض، بس انا طبعا بسوي فرن كهرباء. هتلاحظي ان هو في قلب الفرن هينفخ حاجه بسيطه جدا، وبعد كده هتلاقيه عادي. انا شكل السابليه يا جماعه لونه احمر من تحت، بس انا دي خدت لون شويه بس ما فيش في اي مشكله. اهم حاجه ان السابليه دايب معاكي خالص. هقول لك بقى ازاي تزينيه، سهل وبسيط جدا. هتيجي صينيه من الاتنين دول وتقومي مقلبه السابليه كده على وشه، زي ما عملت معاكم برده في البيتي فور وقلت لك قلبيه على وشه عشان التزيين يكون سهل. هنا بقى انت تقدري تحشي السابليه زيه زي البوتيفور بالظبط. يعني هنا سيحت نوتيلا بيضه على حمام بخار، وحطيتها في كيس صغير من بتاع السبوع ده، وبدات احط على كل واحده سابليه بعد ما قلبتها على وشها. حطيت عليها نقطه بالشكل ده آه، من اللي هو النوتيلا. تمام. طبعا النوتيلا مسيحها بمعلقتين زيت على حمام بخار. ممكن برضو تسيحي شوكولاته برضو بمعلقتين زيت، مفيش فيها اي مشكله خالص. بس انا مش حابه للبيتيفور ولا السابليه المربات والحاجات اللي بنشوفها دي. المربى بتضطري اي حاجه يكون داخل فيها الزبده. تمام. انا هنا بقى بعد ما قلبت كده السابليه على وشه وحطيت بالكيس الصغير النوتيلا بالشكل ده، هبدا اجيب اللي في الصاج التاني على الصاج ده كده الاتنين واشبك كل اتنين في بعض. بس لاحظي ان انت وانت بتشبكي تختاري كل اتنين، يعني تلاقي في قلب كبير وقلب صغير حتى لو كان القطاعه واحده، بس ممكن وانت بتشيليها تكبر منك. فاهمين يعني؟ يا رب يكون كلامه واضح. فانت وانت بتختاري تقفلهم على بعض زي ما بتعملي برضو في البيتي فور بالظبط. لازم تختاري كل اتنين حجمهم زي بعض او متقارب لبعض. تعالوا بقى اقول لكم انا خلاص كده بعد ما لزقتهم بالشكل ده، جبت مفرش كبير كده. يعني هو اساسا كيس ثلاجه كبير وواسع، كنت جايباه عشان افرشه في اكياس الكحك والبسكوت في ربي في الكراتين. ففرشته في الشكل ده، وانت واقفه كده على الرخامه ورصي بقى عشان طبعا اي حاجه تقع على الكيس وتلاقي الرسمه معاكي مظبوطه والشوكولاته عليها مظبوطه. انا جبت هنا بقى سيحت شوكولاته بيضه على حمام بخار، وضفت عليها معلقتين زيت، وبدات انزل نص واحده السابليه نصها كده من الجنب. انت بقى اشكال التزيين ده براحتك انت. انا سايباه عامله لك في اول الفيديو اشكال مختلفه للتزيين، وفي اخر الفيديو حابه تشوف اي شكل تزيين ده براحتك. بس انا حبيت ما اشكش عليكم واعمل تزيين يعني تزيين بسيط وسهل. تمام. انت طبعا وانت بتحطي السبلهايه كده في نصها في قلب الشوكولاته، بتخبطيها خبطه في الطبق او بتصفيها علشان ما يوقعش منك شوكولاته كتير على الكيس زي ما انت شايفين. طبعا اي شوكولاته هتنزل منك على الكيس مش في اي مشكله. لو احنا في الجو برد، مجرد ما الشوكولاته تنشف عليها تقدري تاخديها تعملي بها جناش تسيحها تاني لاي تزيين. تقدري تحشيها بين الطرط، يعني ما فيش حاجه بتترمي يا جماعه. تمام. ولو احنا في الصيف وتلاقيتيها الشوكولاته اللي باقيه من السابليه مش متماسكه على الكيس، عادي هتلفيه وتدخليه التلاجة دقيقتين اتنين بس هيتماسك ويبقى زي الفل. يا رب كنتش ناسي اي حاجه في الشرح. ولو في اي حاجه ناقصه سيبوا لي، يا رب سيبوا لي اسئلتكم في الكومنتات وانا ان شاء الله ارد عليكم. يا ريت يا جماعه بلاش الاسئله على الخاص، يعني الاسئله على الخاص يا ريت تكون الاسئله على القناه عشان اي حد يشوف السؤال ويستفيد. لكن الاسئله على الخاص هرد على مين ولا مين؟ فيا ريت الاسئله يا جماعه تكون على الاسئله تكون على القناه، لكن الخاص ده يكون للتطبيقات. انا جبت هنا بقى شوكولاته بالحليب، وحطيت منها على السابليه اللي احنا زيناه بالشوكولاته البيضاء، وعكست برضو السابليه اللي عملته في شوكولاته حليب. يعني مشيت عليه خطوط كده تدريجي كده باللي هي بالشوكولاته البيضاء.
تمام. انا جبت بقى العلبه اللي هي الدرج دي ورصيت فيها السبليه بالشكل ده، تقدري تبيعيها برضو بالشكل ده. انا هنا كميه النص كيلو الدقيق ده يا جماعه طلع معايا بالظبط حوالي من كيلو 100 جرام لكيلو 200 جرام سابليه، طبعا حسب الشوكولاته اللي السابليه شربها. شايفين شكلها جميل جدا وسهل، الموضوع سهل وبسيط جدا يا جماعه، مش يعني مفيش في اي حاجه. لو انت بقى يعني عندك اي اسئله، يا رب اكون وصلت لكم الشرح كويس. يا ريت لو انت وصلت لحد هنا كده تدعي لي دعوه حلوه كده من قلبك في الشهر الفضيل ده. شايفين شكلها جميل جدا. هنا الصابليه يا جماعه بشكل التزيين ده بنوع الزبده، انا بستخدم زبده فير. انا الكيلو من 190 جنيه ل 200 جنيه، طبعا انا لسه ما بعتهاش بالكيلو، انا كنت مطلعاه في اطباق مشكل من قبل رمضان، هتشوفوا شكل الاطباق دي دلوقتي حالا. لكن بالنسبه ان شاء الله في العيد بيبقى من 190 ل 200. ممكن انت تستخدمي نفس نوع الزبده وتبيعي باكتر من 200 جنيه، ده براحتك انت، حسب سعر عندك، حسب جو الناس عندك. دي اشكال يا جماعه الاطباق اللي انا كنت عاملاها مشكل. وكده خلاص يا حبايبي، وصفه النهارده خلاص خلصت، يا رب تكون عجبتكم، يا رب كنتش طولت عليكم. ويا ريت عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد اول باول. وان شاء الله انتظروني في فيديو جديد بوصفه جديده باوردر جديد من اوردرات رشا النشاوي. استودعكم عند الله تعالى من دو ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.